السلام عليكم. أهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. زمان في الأرياف ويمكن لحد دلوقتي كان دايما بيكون في مصطبة أو كنبة أو جلسة كنا بنقعد عليها بعد صلاة الفجر، نطلع نقعد بره نشرب حاجة، حد معدي يتفضل اشرب كوباية شاي، نعرف أخبار بعض، نطمن على بعض، جيراننا، نقعد نتبادل أطراف الحديث قبل ظهور التليفون وقبل ظهور وسائل التواصل الاجتماعي اللي خدت من وقتنا كتير ونسيتنا عادات كتير وتقاليد كتير. من الحاجات اللي ممكن ناس تقول لي انت ده ضرب من الخيال، بس الناس اللي في سني اكيد تعرف الكلام ده، ان لو في ست معديه عشان تقطع مجلس رجاله ناس قاعده، اعزكم الله، كانت بتقلع الشبشب بتاعها وتحطه تحت ايديها، لان ده عيب انها تعدي وهي لابسه حاجه او تقطع مجلس رجال وهي لابسه حاجه. ولو راجل معدي راكب اعزكم الله حمار او راكب بسكليته او عجله، وهو معدي قبل ما يعدي على الناس ينزل ويمشي على رجليه احتراما للناس. ودي حاجات احنا شفناها وحضرناها. احنا اتربينا على ايه؟ لو حد زعق لك، حد ضربك في الشارع، وتروح تشتكي لابوك تقول له يا بابا ده فلان ضربني او فلان مد ايده عليا، وده حد كبير، ممكن ما يكونش عمك اخو ابوك، ممكن ما يكونش خالك او حد بره العيله خالص بس ضربك، ابوك كان اول حاجه يسالك عليها ايه؟ يقول لك انت عملت ايه؟ كان في رقيب، كان في حد بيراقبك، كان في الكبير بيراقبك، وتربينا على احترام الكبير وتوقير الشيخ الكبير واحترام الناس واحترام الأصول والعادات والتقاليد. لما نزلت أجازة من كام سنة كده، فخارجين من المسجد، ففي 2 أولاد بيضربوا بعض، فبقول له بس يا ابني انت بتضرب، انت ابن مين يا ابني؟ تعالى. قال لي انت مالك، خليك في حالك. عيل عنده حوالي 6 سنين أو 7 سنين. الحاجات دي ليه بقى؟ لان انت دلوقتي لما ابنك بيجي لك، انت ما بتسالوش انت ايه الجريمه او ايه الحاجه اللي انت ارتكبتها عشان كده الراجل عنفك. انت بتقول له تعالى وريهولي ابن الكلب ده، اما او امه تقول لي يا الهي يا ربي انقطع ايده او الهي يا ربي كذا. طب ما ممكن ابنك يكون غلطان. لما تسالي ابنك او تسال ابنك انت عملت ايه، وبعد كده تقدر انك انت تروح تعاتب الراجل او تقول له لا ما ينفعش انك انت تمد ايدك عليه، بس في نفس الوقت تحسس ابنك ان في رقيب عليه. احنا كان في الكبير رقيب علينا، بنحترم الناس اللي حوالينا، بنحترم العادات والتقاليد والاصول والواجب والكلام ده كله. علشان كده طلعنا على الاقل خالص مؤدبين ومحترمين وعارفين الاصول وعارفين الواجب. تعالى دلوقتي شوف الشارع عامل ازاي، وشوف الناس الاولاد بتتكلم ازاي مع الاكبر منها. ما عادش في احترام لاي حد للاسف. ليه؟ لان احنا اعتمدنا على فكره التربيه الايجابيه، ودي اكتر حاجه انا بكرهها، فكره التربيه الايجابيه والتربيه الكذا، ولا ده المراهقه، ولا سن الكذا. الناس قادت الجيوش ايام النبي عليه الصلاه والسلام وهم في سن المراهقه، اللي بنقول عليه سن مراهقه دلوقتي. فاسلوب التربيه اثر بشكل كبير جدا على سلوك اولادنا. فربوا ولادكم على الصح، ربوا ولادكم على الاصول، ربوا ولادكم على الدين، ربوا ولادكم على احترام الكبير، ربوا ولادكم على العادات وعلى التقاليد وعلى الحاجات وعلى الواجبات وعلى احترام الناس، عشان تطلعوا جيل يحترم نفسه، وعشان تطلعوا جيل يطلع مؤدب، يطلع محترم، يطلع احسن من كده. يا رب ربنا يحفظ اولادنا ويحفظ بناتنا ويحفظ جميع بنات اولاد المسلمين، ونرجع ورا شويه، نسيب التليفونات ونسيب الجوالات ونحاول نتواصل مع بعض بشكل مباشر، ونحترم بعض، ونقول لبعض السلام عليكم وصباح الخير واخبارك ايه وعامل ايه، ونقعد ونتكلم علشان حتى نرجع للفطره بتاعتنا الانسانيه الجميله. اتمنى والله ربنا ربي يحفظنا ويحفظكم، واسف على الاطاله. شكرا، السلام عليكم.